بعد التسجيل نجد انه ويسجل الهدف الاول ويحرز ويصنع الهدف الثاني تجد انه يبعده مثل الاخطاء هذه. شوف يعني الله يعين سالم هوساوي. انا اعتقد انه اذا كان في بند انه يسمح للنادي البلجيكي انه يلغي التعاقد مع اسامه هوساوي عشان هالخطا يشاهد مثل هذه الاخطاء. مو موصل الخطا هذا، لو شاهد خطا مع بيروز. لا بس ابو عبد الله لو لاحظت اللقطه انت يعني بس دخلت على الكره، ما تدخل على الكره مثل الطريقه هذه لما تاتي كره. طيب ليش اللوم تجاه اسامه؟ ليش مثلا لما يكون للي قاعد يشوف الملعب مثلا حسن العتيبي بالصوت مثلا ليش على طول يتجه لاسامه هوساوي؟ خطا مشترك على الاثنين. اولا انت كلاعب منتصف الدفاع قلب الدفاع وقائد للفريق تكون عينك مو بس على الكره، عينك على اطراف الملعب كلها. لا بس دائما ابو عبد الله عفوا المقاطعه، دائما اللاعب اللي خلفه باتجاه المرمى لا هو اسامه كان باتجاه مرمى الهلال، لكن كلا اللاعبين يتحمل الخطا. بس احيانا اللاعب ما يشوف اللي وراه من مهاجمين، بالتالي الصوت يكون اللي كاشف الملعب. اخطاء مثل هذه عبد الله تحصل في دوري الناشئين، دوري الشباب مقبوله، لكن تحصل على مستوى انا ما برر احد من الخطا، لكن لا اضع النسبه الكبيره على اسامه، بالتالي ابحث عن بند لالغاء عقد اللاعب مع تفضل كابتن. على الاثنين الاستاذ صالح الحمادي تعودنا به قساوته وحكمه وصراحته، لكن تقع هذه حتى مع الفرق الكبرى واللاعبين الكبار. نتصور انه حتى النتيجه ممكن لعب تدور انه شفنا بعد 2-0 الهلال ارتاح اكثر، صارت فيه اكثر ثقه، صار فيه اكثر ممكن نقولها غرور كروي، معناتها غرور الفوز. لذلك نتصور انه صار فيه سوء. ايوه صحيح معك انا. اذكر ايام صالح النعيمه كيف انه يحرك اللاعبين من منتصف وهو في قلب الدفاع، اللاعبين اللي يكونون في يحسب حساب اللاعب، يحسب صوت ابو فهد. صالح معك انا معك وشاطرك الراي في كل شيء، لكن بصراحه نقول انه لاعب زي اسامه الهوساوي ما هو اي لاعب، معناتها لاعب ممتاز، لاعب طيب كان ممتاز. صحيح كان الان لا شوف بعد مستوى في دروب علشان ما اطلع من المحور خليني اخذ رايك فيها كلقطه كهدف سجل من الغراف القطري للغراف القطري ما بين اسامه وحسن العتيبي. اعطني اياها كمظهر للهدف. هي معناتها من دون فلسفه ومن دون حتى من نوصل نشوف اللقطه. هنالك الحارس لابد ان يقول زي يقولوا انا وراك خلي واحد. معناتها هذه الحاجه الاولى. هي الحارس ليش؟ لانه اسامه مركز اكثر شيء على الكوره وفماشي خصم من الخلف. صحيح. هذا الشيء الثاني. لكن الحارس عكس هذا، شايف الملعب امامه ورايح للكوره تماما. نقول انه خروج اللاعب هذه لقطه الهدف، خروج الحارس، نتصور خروج الحارس كان متاخر نوعا ما، في هنالك تاخر. معناتها المفروض انه الحارس كان اكثر ممكن اندفاع، لكن هذه كره القدم. نتصور انه شيء عادي انا يقع. يعني انت كابتن كانك تضع انه عنوان لهذا الهدف انه كان حسن العتيبي مطالب بالصوت مثلا لاسامه هوساوي، وبالتالي التوقف باي طريقه، استباق الخروج، معناتها يسبق الخروج لكي يتفادى تدخل اللاعب الهوساوي، لانه الهوساوي كان ما يناظر الحارس، ما يشوف اللاعب الحارس. جميل. خليني اتوقف عند هاللقطه واعود مجددا لاستوديو التحليل.